السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم وسام ووصفاتي الاقتصادية. اليوم جبت لكم جاتو. هو فاكهة. حنا نقولوا له في منطقتنا نقولوا له الكرموس. كاين اللي يقولوا له الكرطوس وكاين اللي يقولوا الباكور، كل واحد وش يقول له. المهم هذا الجاتو ماهوش بلا باتاموند اللي كنا بكري نقولوا باللي قالي وكذا. المهم وش بقالك من الجاتو العيد، اروحي شوفي معايا الوصفه وديريه. هنا بون قعد لي داك السابلي. رحيتو هاني وريته لكم قبل. وجبت زوج حبات ولا 3 حبات تاع مادلين، او تقدري تاخذني مسكوتشه وتبقى لك ثاني جيبيها وتروح تفي ثاني بالغرض. المادلين علاه باسكو علاه كيما نقولوا حنايا فيه هذيك الريحه تاع المصانع وراكم عارفين. بصح انا اللي ما عندهاش دير قبل بالمسكوتشو. هنايا هذاك السابلي رحيته، درت له زوج مقارف زبده، ووجدت شربات هنايا درت كاس تاع ماء بنص كاس تاع سكر، خليتهم شويه ثقالوا ووجدتها. هنايا درتها مع السابلي، لميت السابلي بهذيك الشربات، تميت نزيد بشويه ونعجن حتى تكونت لي العجينه. شوفوا كيف تكونت العجينه. روحت درت لها المعطر الكرموس، بيان سور حقاكم عارفينه يجي اخضر. صدقوني البنه تاعو هايله، خير من داك عجينه اللوز لا باتاموند هذاك ما تعجبنيش، تجي مقهومه شويه فيها سكر. هنايا جبت التوفي ولا المعجون اللي عندك معجون. مهم قلت لكم حوايج اللي بقات من قاطو العيد جيبيها وديري ذا القاطو. هنايا قبضت هذاك الاخر زدتو المعطر تاع الشوكولا. هنا شوفوا هنايا درت البولات، درتهم تقريبا 20 غرام، والبولات تاع الحشوه درتهم 8 غرامات. هنا شوفوا كيفاه التشكيل، راكم تشوفوا الصوره راها تبين شكلها. وتقدروا لاباط هذيك هذه الخضراء تقدروا تلونوها، ديروا بها فخاز، كما نقولوا حنا القارص، تحبي تلونيها على وش حبيتي. هنايا انا قررت انه كان عندي معطر الكرموس، قلت والله نجربها. ايبان جات واحد النتيجه هايله ويحبوها الاطفال، وعلاه على الاطفال ما من الكبار لهم حق. شوفوا هنايا تشكليها بالموس، صدقوني تجي كما نقولوا تبدعي انها تخرج شكل الكرموسه. اني قلت لكم البنه خير من عجينه اللوز بعيد. عجينه اللوز تحسيها ثقيله، اما هذه جات خفيفه مع المادلين اللي في الوسط، مع هذه على الشربات، يعني خفيفه في خفيفه. هنايا بعد ما وجدوا حطيتهم في الفريجيدير شويه حق مرواحهم. شوفوا كيفاه لونهم. اني قلت لكم العجينه تقدروا تلونوها، ديروا بها الفراز، ديروا بها كيما تحبوا. هنا درت كلاصاج شويه برك، مانيش محتاجه بزاف، درت ميز يا ربي موقف صغيره. كلاصاج راه معروف، راني خادمته ثاني في العرايش، تحبوا تدخلوا ثاني عندي فيديو تاع العرايش. قاطو تقليدي جزائري 100%، ما نستغناوش عليه في الجزائر. هنايا درت شويه فوق الحبه باه زعما تجيني شكل الكرموس. شوفوا ومن بعد نجيبوا السكر جلاس.
هذا سكر جلاس شني قباه يعطي الشكل هذاك تاع الكرموس. يعني ابداع من حاجه ما عندك حوايج في الدار باينه ديري بهم هذا الكاطو ليه وانتي موجده تصنعي به قال الطابله تاعك تاع نهار العيد او السنيوه، تعطي شكل مع الكواطو اللي راكي دايرتهم، مع الخضوريه تاعو مع هذا السكر كلاسي كي درتو عطاها شكل حاله زين. ودوكا نقسم لكم الحبه تشوفوا كيفاه الحشو جا ثاني فيها هايل. ها شوفوا الحشوه. المهم ما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك وتعليق زين كيما نتوما. والسلام عليكم، صحة عيدكم.